بتبدأ مظاهر الاحتفال بقدوم شهر رمضان في الهند تقريبا من نص شهر شعبان، وبتكون الاحتفالات دي بشكل أكبر في الولايات اللي موجود فيها أعداد كبيرة من المسلمين زي دلهي وكشمير وحيدر أباد. فبنلاقي السيدات بتنظف بيوتها بطريقة مبالغ فيها، وشراء المستلزمات الأساسية من المواد الغذائية زي الدقيق والقمح والرز والخضروات. أما الرجالة فبينضفوا المساجد وفرشها وتزيين المآذن بالأضواء وتعليق الزينة في المحلات والمطاعم لاستقبال رمضان. والأطفال بقى بيلفوا الشوارع بالفوانيس وهم بيغنوا الأغاني الخاصة بشهر رمضان الكريم. ورمضان في الهند زي كل الدول الإسلامية ليه قدسية مختلفة، فبتكتر حلقات الذكر وتلاوة القرآن في المساجد وإخراج الصدقات. أما أصحاب الديانات التانية فأغلبهم بيحترموا شهر رمضان، وبتلاقيهم بيشاركوا المسلمين موائد الإفطار والاحتفال